welcome back to my channel. فيديو اليوم راح يكون عن هذا اللوك حيل بسيط اعتمد على الريترو. وخلي اقول لكم ليش قررت ان اسوي ريترو. في شيء وصلني حيل، شلون اقول لكم، شي حرك مشاعري، بكاني، ما ادري. طبعا شنو وصلني؟ دازيلي سوب اند جلوري وبوتس هذه الاضاءة وحاطين عليها لوجينز وندر برونز. الإضاءة بنات تبتشي، راح أوريكم إياها الحين، وحاطينها كلها ببوكس. البوكس فيه منتجات حيل حلوة بصراحة. أول ما شفت البوكس استوحيت إن أسوي فيه لوك ريترو. ما أدري هو من الصورة أو هو من المنتجات اللي حاطينها. راح أتكلم عن كل هذين إن شاء الله بالتوتوريال. بس أبي أقول شيء، يعني الواحد متى يحس روحه إنه وصل مكان بالحياة حلو؟ لما يشوف صورته على إضاءة. فجد ثانك يو سوب اند جلوري وثانك يو بوتس على هذه البادرة الحلوة منكم، حيل اسعدتوني. عشان كذي حبيت ان اسوي فيديو خاص عن هالموضوع، لانه حيل عبرتوني. زين. بس اذا تبون تعرفون شلون سويت هذا اللوك بليز كملوا متابعة الفيديو. وبعد ابي اقول شيء، ليش قررت اني انزله هالوقت؟ لانه اشوف انه بعد يصلح حق لوك عيد، لان ادري انه في بنات يحبون اللوكات الكلاسيكيه حق العيد، ناس مثلا حمرة وويند ايلاينر. فبس ما راح اطول عليكم، متابعة ممتعة مع الفيديو. اول شيء بلشت بشدو الحواجب هذا. بنات لاحظتوا حواجبي شلون متغيرة عليكم بهالفيديو؟ لان استخدمت هذا المنتج حيل حبيته وحدي راح ارد استخدمه. طبعا في درجتين، استخدمت انا الدرجة الغامجة، وفي واكس، وفي بعد اضاءة كريمية. اول شيء مسحت حواجبي بالواكس حتى على الطرف اللي ما فيه شعر، لان الواكس يثبت الباودر. بعدين مشيت حواجبي، بعدها استخدمت اللون الغامج مع الفرشة اللي موجودة. حلوة فرشتهم لانها حيل حادة، مع انها بلاستيك بس عجيبة بالرسم. ورسمت الطرف الاخير. بعدها مشيت حواجبي، وبعدين نظفت الفرشة الحادة، وبالكونسيلر رتبت تحت الحاجب. يعني هذه نفس الفرشة بس انه حطيت عليها كونسيلر. والحين دمجت الكونسيلر بفرشة ثانية. بعدها حطيت اللوز باودر على حواجبي عشان لا يخطط معاي الكونسيلر ويصير لي بيس حق توزيع الاي شادو. وزعت الزايد بايديني. الحين راح احط اي شادو برتقالي. طبعا الخطوة هذه حيل بيسك. بنات اي اي شادو برتقالي يمشي مع الحمرة ويطلعها لكم شيء خيال. نفس الاي شادو وزعته فوق وتحت على عيوني. وبعدين حطيت اي شادو شمر عند المدمع وبعد على الجفن. بعد تقدرون تستخدمون الإضاءة، راح تشوفون الإضاءة راح تبكون كثر ما هي عجيبة. الحين استخدمت هذا القلم. تخيلوا ان هذا القلم شنو؟ ايلاينر. صاير كنا قلم صبورة بس هو اصلا ايلاينر. ما تلاحظون منتجات سوب اند جلوري دايما الباكجينج عندهم مختلف واسعارهم بعد حيل مناسبة. بلشت رسمت الوينج، وشكرا حق البنات اللي قالوا لي ارفع الوينج لان حبيته وهو مرفوع، ورديت على الوينج. بنات لازم تردون على القلم اكثر من مرة اذا تبون سواد حيل قوي. بس حق البنات الفاتحين هذا سواد القلم راح يعجبكم، لأنه مو حلو عليكم الأسود غامج حيل. بعدها بعد ما رديت عليه طلع لي هالشكل وعجيب. القلم حق البوز حيل حلو، بس ديروا بالكم لا تدمعون عليه. وهذا الشكل النهائي. بعدها الحين حطيت مسكرتي، حطيت على رموشي اللي فوق واللي تحت، وبعدين ركبت رموشي. الحين شطفت كل الباودر الزايد وراح اسوي نفس هذا الخد. هذا الخد حطيت عليه اضاءة، والحين بعد حطيت كونتور عشان اسوي نفسه. الحين دور الاضاءة خيال. الاضاءة بقول لكم ليش. من مسحة واحدة اللون يطلع، يعني شلون اقول لكم، الاضاءة مسموتة. وغير كذي فيها كذا درجة. ان كنتي فاتحة تستخدمي الالوان اللي بالنص، او اذا كنتي برونز حلو ان تخلطينهم كلهم وتحطينهم يطلع لك هذا اللون. شايفين الاضاءة بنات شلون قوية؟ حيل متحمسة اني احط الاضاءة، فخلنا نتأمل صورتي شوي فيها. الحين حطيت الاضاءة على الخد. طاوش حالاتها تجنن. يعني امانة والله مو لان صورتي عليها،
بس شيء حدي راح ارد اشتريه، كجودة اضاءة وسعرها كذي مناسب اشكره راح ارد اشتريها. بعد حطيت على حواجبي من فوق عشان ترفع لي الحاجب اكثر، وملاحظين ان حواجبي شكلها مرتفع اكثر. بعدين حطيت هذه الاضاءة، امانة احس اضاءتي كافية بس ابي اجرب لكم كل اللي موجود بالبوكس. هذه اضاءة كريمية تحطونها كذي بالاصبع على الخد، وممكن حتى تحطونها بدون فاونديشن. الحين الحمر في بالبوكس 3 حمر، في عندهم الحمرة الوردية هذه والفينش مالتها ساتن، وهم بعد هذه الحمرة النود، وهذه الحمرة الحمراء اللي راح استخدمها بهذا الفيديو. نار الدرجة بنات، حيل حلوة، مخلية اللوك ناطع. استانست باللوك اللي طلع صراحة، ما توقعته كذي. وبكذي خلصنا اللوك. ان شاء الله عجبكم وان شاء الله كان سهل. ابي بعد ارد ابارك لكم بالشهر، بالباقي من الشهر. بعد مره ثانيه اقول لكم بوتس وسوب اند جلوري ثانك يو على الجنطه اللي دزيتوها لي، وقلت لكم ان هذه المنتجات راح تكون كلها موجوده ببوتس، فتقدرون تشترون هذه الجنطه راح تحصلون فيها كل شيء. ما اتوقع ان الاضاءه عليها صورتي الباجي، يمكن بس هذا اللي دازينها لي، بس عموما شكرا على هالبادره. بس بكذي خلصنا اللوك والفيديو. Thank you very much for watching. نشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي.